سفيان جاب الفيرسيون الثانيه ديال بابلو اسكوبار. دير لايك ابوني وكومونتير ويلا نبداو هاد القصه. سفيان تزاد في لو فالفوغي في مدينه فرنسا سنه 1983. هاد المنطقه كانت معروفه بالترويج المخدرات في فرنسا كامله، لدرجه ان في 2012 البوليس كانوا حاطين عليها العين بزاف. كانت نايضه فيها المدابزات وترويج المخدرات، يعني ديك البلاصه كانت محظيه من طرف البوليس الفرنسي بزاف. في هاد الاجواء وفي هاد المنطقه كيتزاد سفيان. العائله ديالو عندها سوابق عدليه وتزاد في واحد لونفيرونمون اللي عامر اجرام. وللمعلومه سفيان تزاد في فرنسا لكن عنده اصول جزائريه، يعني فرنسي ذو اصول جزائريه. في هذيك المنطقه ديالهم القوي كياكل الضعيف، فملي تزاديتي انت تما يا اما غتكون الضعيف ولا القوي. فسفيان اختار يكون هو القوي، فبدا كيتعلم المضاربه، دخل في عالم الاجرام وفي سن 13 عام ولا كيشفر وكيعاون في ترويج المخدرات في فرنسا. هادشي خلاه يتشد بزاف ديال المرات عند البوليس، وواحد النهار غيتحكم بعامين ديال الحبس بسبب محاولة القتل. وبما انه صغير غيديوه للاصلاحيه واللي غيتعلم فيها وماشي غادي يتربى، وغادي يولي محترف في المجال ديال الاجرام. وتما تلقى بزاف ديال صحابه وبدا كيفكر باش يدير واحد الخطه اللي يمشي عليها ملي يخرج ويبدا مشروع ديال ترويج المخدرات في فرنسا كامله. ملي يخرج غيتشارك هو وصاحبه وغيبدا ما يسمى بشبكه ترويج المخدرات. اش كنعني بشبكه؟ كنعني انهم عندهم بيرسونيل، يعني عندهم بزاف ديال الناس خدامين عندهم، كل واحد مكلفينه ببلاصه، شي مكلفينه بباريس، شي مكلفينه بمارسي، كل واحد مكلف بحاجه، وخدامين عند البوس ديالهم واللي هو سفيان والشريك ديالو، يعني هو الرئيس ديال الشبكه هو والدري صاحبه. هنا بداو كيربحوا الاف الدولارات، هنا بداو كيشريو السكر كلاصي والنعناع وكيفرقوهم وكيربحوا الاف الدولارات. فلوس صحيحه معلم، فلوس كيتزادوا راس المال كيكبر. فسفيان والشريك ديالو فكروا باش يزيدوا يوسعوا الشبكه ديالهم، ما بغاوش غير فرنسا وزادوا على فرنسا مدينه اسبانيا، ولاو كيروجوا في اسبانيا وفي فرنسا. وهكا هذوك الالاف ديال الدولارات ولاو ملايين، ولاو كيدخلوا الدوبل ديال داكشي اللي كانوا كيدخلوا. وملي كنقول لك اسبانيا وفرنسا فراه كنهضروا على الحدود ما بين الدولتين. كيفاش كان كيدير؟ الطريقه اللي كان كيدير كان كيشري الطوموبيلات اللي كيكونوا غاليين وكيكونوا صراح، يدير فيهم داكشي اللي باغي يدير، السكر كلاصي والنعناع، وكيصيفطهم يا اما من فرنسا لاسبانيا ولا العكس. فملي راس المال عاوتاني كبر وفلوس عاوتاني تزادوا، كان باش يكبر عاوتاني الشبكه ديالو. وللتذكير ان سفيان دابا باقي عنده يلاه 19 عام. 19 عام السيد حاكم في امبراطوريه ديال ترويج المخدرات ومازال غادي يزيد يتوسع. كيفاش؟ كرسي سفيان هو والدري صاحبه باش يوليو يجيبوا المخدرات من المنبع ديالها، وقصدوا شمال افريقيا ومشاو لمدينه كتامه. وما بقاوش غير كيفرقوا المخدرات، ولاو كيجيبوا المخدرات من المغرب لاسبانيا، وفي اسبانيا يروجوها شويه وكيدوزوها عاوتاني لفرنسا وكيعاودوا يروجوها. يعني السي سفيان ولا امبراطور ديال المخدرات بابلو اسكوبار. وما حد الفلوس كيتزادوا حتى الشهره ديال السي سفيان كتزاد، والشهره ملي كتزاد كيتزاد حتى الريسك، ان المخاطره ديال سفيان كتزيد تكبر عند البوليس. والبوليس كانوا عارفين كيدير هادشي، لكن كانوا كيتسناو شي دليل، كانوا كيقلبوا على دليل كيبين ان سفيان كيروج للمخدرات. هما عارفينها ولكن بغاو دليل باش كان عندهم حل واحد، هو انهم يراقبوه، يحضيوه ويتسناوه يطيح في الغلطه. كيف فوق يطيح غيشدوه. لكن سفيان ما كانش ساهل، حتى هو كان مزير وكان حاضي راسو. باقي سفيان كيدخل ملايين ديال الدولارات وكيتنافس مع المنافسين ديالو اللي حتى هما ما خلاوهش على خاطر، لدرجه انه واحد النهار كان غادي في الطريق حتى كيدوزوا واحد جوج بالماطر مسلحين كيتيروا فيه بزاف ديال الطلقات ناريه. سفيان تحرك بالزربه للسبيطار وبزز باش قدروا يعتقوه، وتعتق باعجوبه. ملي تعتق عرف راسو في حرب كبيره، تعافى الحمد لله وكمل الخدمه ديالو في ترويج المخدرات. حاول عاوتاني يستثمر فلوسه وعاوتاني استثمرها في السكر كلاصي في الكوكايين، وزادوا فلوسه كبروا بالاضعاف الاضعاف ديال المرات. والبوليس زادوا حطوا عليه عينيهم بزاف، ولاو حاضينه في الكبيره والصغيره وكيقلبوا ليه غير فين يشدوه. وملي ولات عنده 24 عام ولا مطلوب عند العداله عند البوليس، ولا من اخطر المجرمين عندهم. كانوا متاكدين انه كيدير هادشي، كان خاصهم غير دليل، يعني هو المطلوب رقم واحد عندهم في الكوميساريه، وكان مسجل عندهم في النظام. بداو كيقلبوا على الطريقه كيفاش يشدوه، وقرروا باش يضربوا ليه الدوره. انا غنشرح لكم كيفاش يضربوا ليه الدوره. دابا هاد الناس هادو اللي كيروجوا في المخدرات كيربحوا بزاف الفلوس، وهاد الفلوس بطبيعه الحال ماشي قانونيين، يعني كيخصو هو يردهم قانونيين. فكيمشي عند رجال الاعمال اللي كيكونوا عندهم مشاريع وكيقول لهم هاكو هاد الفلوس ردوهم ليا قانونيين. البوليس الاسباني بشراكه مع البوليس ديال سويسرا بغاو يقلبوا على هاد رجال الاعمال اللي كيبيضوا هاد الاموال، وملي غيشدوهم هما اللي غيديوهم عند الناس اللي كيعطيوهم هاد الفلوس اللي هما مروجين المخدرات، وعلى راسهم السي سفيان.
فبدات هذه العمليه واللي سموها بالفيروس، وبداو كيقلبوا وطاحوا على رجال الاعمال اللي كان كيتعامل معاهم، واللي هما اخوان كانوا سميتهم الاخوان المالح. هما رجال اعمال مغاربه ساكنين في فرنسا، في اسبانيا، وحتى في سويسرا. وفي سنة 2012 غادي يشدوا الإخوان المالح وحتى سفيان، والدليل اللي شدوا على سفيان هو أن الإخوان المالح داوهم عند سفيان، يعني أكدوا عليه الجريمة، زائد أنهم لقاو عنده 8 ديال الأطنان ديال الغبرة والحشيش المغربي، وحكموا عليه ب7 سنين. ولكن سفيان غيهرب للمغرب وغيمشي بالضبط لمراكش وغيستقر فيها. هنا ولات القضية عالمية ودخلات فيها الانتربول، وداروا شراكه مع الامن المغربي اللي ما كيضحكش، وشدوا سفيان في مراكش وصيفطوه لفرنسا باش يتحاكم ويتحبس تما. فملي خرج حكموا عليه باش ما يخرجش من اسبانيا، وقالوا ليه حضر راسك راه غنبقاو مراقبينك. وملي البوليس كانوا كيراقبوا سفيان لاحظوا انه كيلبس بزاف ديال الساعات غاليين، كيركب على طوموبيلات غاليين، كيجلس في بلايص غاليين. فمنين جاوه هاد الفلوس تاكد عاوتاني انه كيخربق في المخدرات، وبداو كيقلبوا عاوتاني على دليل. وفي 2018 واحد السيد غيكون خدام في المطار غيمشي غيقول لهم هاد السيد هذا راه ضربني. تقلبت ليه الفاليزه ديالو اللي لقيتها عامره بالفلوس والكوكايين وما الى ذلك. هاد السيد كان هو سفيان، والبوليس لقى منين يشدو وشدوه وحكم عليه ب3 سنين ديال الحبس. خرج في سنه 2021 ودابا راه حر طليق، حتى لدابا راه حر. ما عرفناش واش غطرا شي لعيبه. المهم لا طرات شي حاجه راه نقولها لكم في انستغرام ديالي. هادشي اللي كاين، دير لايك كومونتير وبارطاجي ودير ابوني باش يرجع لنا التفاعل، وتهلا ليا في راسك، كنبغيك.